ده جاي لي انا بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ألف 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 مبروك. مصر كسبت في كوديفوار 3-2 بعد ماتش عصيب ضغط أعصاب بطريقة صعبة. ألف 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 مبروك. مصر في قبل النهائي قدام السنغال. تاني تاني جاي لك بقى ساديو ماني. إن شاء الله نكسب ونروح نهائي إن شاء الله. ماتش النهاردة كان ماتش مهم وكسبنا. ألف مبروك. الحمد لله اللعيبة النهاردة كانوا رجالة من أول الشناوي لغاية محمد صلاح. النهاردة اللعيبة كلهم كانوا رجالة. وحسام حسن أحلى تحية ليك يا باشا، والله العظيم 3 يعني. الله يبارك لك والله، يعني الحمد لله. النهارده دخل بالتشكيله محمد الشناوي، لعب بخمسه. هو بدأها صح. احنا كنا مقلقين اللي هو بيدافع، بس هو بدأها صح. محمد هاني محمد هاني لعب بربيعه وياسر وحسام عبد المجيد واحمد فتوح. لعب باتنين مروان وحمدي، قدامهم امام واتنين مرموش وصلاح. خطه حلوه جدا انك تقدر تقفل على منتخب الكوديفوار القفله دي. كويس جدا. نزل ربنا كرمنا في اول كام دقيقة بغلط، بعد ضغط من مرموش. غلط المدافع، مرموش ياخدها ويحط والهدف الاول ومصر تفرح وكلنا نفرح. ويا سلام. ويعني بداية مفيش احسن من كده. يعني انت ما حدش كان يتخيل ان انت في اول الماتش هتنزل تجيب جون، فاهمني؟ فده حلوة والحمد لله. عدى حبة تاني، وهوبا يجي ركنية، هوبا صلاح يرفع، هوبا رامي ربيعة يحط. يا سلام. 2-0 اول نصايه. محدش كان يتوقع كده. اهو 2-0 اول نصايه. فرحه والدنيا حلوه. وقبل ما الشوط ينتهي ايه، بحبه قليلين، يوم الكوديفوار حاطط فينا واحد، وكده يبقى ايه 2-1. الماتش بدأ يقلق. غلطة غريبة جدا من الشناوي والمدافعين. أحمد فتوح قام حطها في نفسه، وبرضه من ناحية اللعب العرضية هو غلط كله أصلا. اللعيبة مشتركة فيه. بس مش مهم، الشوط الأول خلص، نخش الشوط التاني نازلين محافظين، بندافع، نعمل الهجمة المرتدة صح. النهارده امام عاشور 10/10. انا قلت امبارح لازم يلعب النهارده، صنع لك جونين. 10/10. الله اكبر عليك والله. ومرموش النهارده، يعني الله اكبر. اللعيبه النهارده والله، اللعيبه النهارده كلها في التقييمات هتبقى بوم يعني والله. نزلنا الشوط التاني، برضو احنا بندافع وهم عمالين يعملوا عرضيات. قفلنا النهارده مفاتيح اللعب، ما خليناهمش يقتحموا ال 18 كتير اللي في الاخر. وهوبا تيجي كرة تاني، ربيعة يقطعها يسقطها لإمام عاشور تسقيطة ولا أروع. إمام عاشور يدوس عليها وبوش رجله، يسلم وش رجلك يا ابني، بوش رجله حلوة جدا لصلاح. صلاح يخش يقتحم، دي بيلمس التالت. 3-1 وفرحة مصر. 3-1 والدنيا حلوة، فاهم؟ وانت دايس على الفيل الإفواري وفاهم ودايس عليهم، فاهمني؟ ويعني ماتش للتاريخ. قعد يقول لك مش عارفه ايه، عامل لك صلاح موميا. الموميا اداهولكوا، يلا يا عم هيس. الحمد لله ماتش جميل. الحمد لله. بعد كده هو يخش بعدها في عند الدقيقه حاجه و70، يوم اسمه ده، يوم المدافع اللي عندهم يوم حاطط الجون وتبقى 3-2. برضه غلط غريب جدا من الشناوي. يعني الشناوي هي عدت منه، بعد كده هو تحاول يجيبها من على الخط، لمسها، بعد كده الواد اقتحم على حمدي فتحي وحطها. برضه غلط غريب جدا من الشناوي. المفروض كان يحاول يقفل عليه، فاهمني؟ واللي مع الراجل اصلا المفروض ما كانش يلعب الكرة، بس يلا الحمد لله. والماتش ينتهي 3-2 لصالح المنتخب المصري قدام السنغال لتالت مرة، والتالتة تابتة. انا جاي اسير الجدل واقول لك هناخد البطولة وهنكسب السنغال. ان شاء الله هنكسب السنغال. اللعيبة دي رجالة وعملوا اللي عليهم، والنهاردة عملوا ماتش 10/10. والله عملوا ماتش للتاريخ. وحسام حسن هو اللي 10/10 النهارده. حسام حسن، تعالى شوف اللعيبه كلها بتلعب بغير على التيشيرت. اللعيبه كلها، تعالى شوف لعيب من دول بيخش ويزق ويعمل. الله اكبر عليهم النهارده، الله اكبر عليهم بجد يعني. ماتش 10/10. عاش. لسه البطوله ما خلصتش. النهارده انتوا اديتوا رساله للسنغال، احنا مش جايين النهارده، احنا جايين وان شاء الله هنكسبكم. انا بقول لكم ان شاء الله هنكسب السنغال وهنبقى في النهائي ايا كان. الناحيه التانيه مين بقى هيبقى؟ المغرب ونيجيريا. ايا كان مين اللي هيكسب فيهم، ويعني والله مفاجاه، بس احتمال كبير ان نيجيريا تكسب. بس انا بقول لك ايوه ان شاء الله ممكن ناخدها وممكن نكسب السنغال، مش بعيد.
مش بعيد. الكوره عايزه قلب، الكوره عايزه رجوله. ايوه احنا فنيات ضعاف عارفين كده، هو بس هو ايه، حسام حسن بيشغل دي. نزل لك يا باشا، قال لك انا ايه، هلعب على الهجمه المرتده، نزل لك واحد صايع زي امام عاشور ياخد لك الكره من نص الملعب يطلع لك بيها زي الفل، وقدام محمد صلاح ومرموش، والاطراف ساعات بتزيد بس مش بيزيدوا قوي عشان ايه، عشان الباكات الاطراف اللي عندهم جامدين، فاهمني، وانا هدافع والعب على الهجمه المرتده. وتعالى اتفرج النهارده اللعيبه 10 على 10 ونفذوا الخطه صح. الحمد لله الحمد لله، الف 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 مبروك. نحاول نعالج حته العرضيات، نحاول نعالج حته العرضيات، لان النهارده لبسنا منها جونين بغلطات غريبه من الجون ومن الدفاع. عايزين نحاول ان الفتره الجايه قبل ماتش السنغال نحاول نعالج الحته دي. ليه؟ لان هما النهارده اخر ما زهق قام طلع لك خط نص، طلع لك مدافع ومرمي لك رؤوس حربه وبقى عمال يعلق لك عرضيات، وده غلط، ده غلط، فاهمني، لان هو لقى نفسه ايه، هيلبس اجوان، فاهمني، فقام قال لك ايه، انا كده كده بلبس اجوان بالمرتدات، انا ايه هشلعها ورا فاهم، وابعت لهم عرضيات، وكده كده هو عارف ان انت ايه هتركن ورا، فاهمني، فاحنا لازم نعالج الحته دي بس. والحمد لله الحمد لله. خش لتقييمات اللعيبه النهارده. محمد الشناوي هديله بس عشان الفرحه 5/10، لكن الجونين هو كان يقدر يتعامل معاهم احسن من كده اهو. هديله 5/10. محمد هاني هديله 7/10، كويس، قدر يوقف الطرف اللي ناحيته، قدر يتعامل معاه شوية. ياسر كذلك 7/10. اسمه دوت حسام عبد المجيد هديله 6/10. رامي ربيع هديله 8/10 عشان كمان الجون اللي جابه حلو حلو حلو. احمد فتوح النهارده 7/10، قدر يوقف الطرف اللي عليه، وقدر يوقف عماد ديالو كويس جدا، قدر يتعامل معاه شويه. هدي حمدي فتحي 8/10، واحد من احسن الناس في البطولة حرفيا، احسن من الناس هو مروان برضو معاه 8/10. الاتنين دول الله اكبر عليهم، عاملين بطولة 10/10/10. امام عاشور 9/10، صنع لك جونين النهاردة، الله اكبر عليك. ايوه كده، ما جاب فورمة، خش في ده ويعمل في ده، هو ده راجل، يلا 9/10 النهارده. محمد صلاح اديله 9/10 برضه، كويس على الجون اللي جابه، وكان بيرجع معاهم يدافع وكان عنده روح، ايوه كده، فوق ابو مكة. وقد مرموش 9/10 برضه على الجون اللي جابه، كان بيخش ويرقص ويعافر، عاش قوي. و10/10 شايلها الواحد بس، هو حسام حسن الله اكبر عليك والله، الله اكبر عليك، واحد عنده قلب، خلى اللعيبه بجد تغير على التيشيرت، خلى بجد اللعيبه تلعب، بيبقوا عايزين يعملوا حاجة. عايش وألف ألف ألف مبروك. إن شاء الله الماتش الجاي إن شاء الله قدام السنغال إن شاء الله نفرح. أنا متفائل اللعيبة رجالة، مش هنخسر للمرة التالتة إن شاء الله، مش هنخسر للمرة التالتة على التوالي منهم إن شاء الله. إن شاء الله هنكسب إن شاء الله، مصر في النهاية، وإن شاء الله بطولة مصرية. وكده تبقى انتهت الحلقة. ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبك الحلقة رن الجرس عشان تشوفنا على طول. سلام.